السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاوزه اقول لكم طريقه التورلي اللي بالخضار تحفه جدا. اكله يعني راقيه كده وفيها قيمه غذائيه حلوه قوي. عندي هنا بصل على النار في شويه زيت ومعاه قرن فلفل. نزلت عليهم بخضار بتاعي مشكل، خضار اللي هو مكونات الخضار بتاعت شوربه الخضار، هي المكونات اللي بنستخدمها للتورلي. تمام كده. بس شوحنا الخضار مع بعض، وكان عندي لحمه طبعا بتتسلق، دخلت على 3/4 سوا او تقريبا استوت. قلبت الخضار دوت الاول مع البصل كده لحد ما خد يعني لون وابتدى ينزل ميته كده. وبعد كده هنا بقى معايا كرشه، كان في حد طالب كرشه عملتها. بس عايزه اقول لكم الاكله دي اكلنا منها كانت خطيره بجد، كانت تحفه. تمام. هنا بقى حطيت اللحمه بتاعتي اللي اتسلقت، وكان عندي طبعا ضربت طماطم في الخلاط ورحت حاطه الطماطم في حله على النار في شويه زيت ومعاها مكعب مرقه دجاج وملح وفلفل. غليوا شويه لحد ما ضيعت طعم الطماطم الني ده، وبعد كده ضفتها على الخضار بتاعي. وطبعا حطيت اللحمه بعد ما شوحت الخضار ونزلت عليهم بمغرفتين شوربه من بتاعه اللحمه. كان خطير خطير خطير. التوابل بتاعتي مش غريبه خالص، ملح فلفل جوز الطيب دي اساسي، بهارات مشكل او بهارات لحمه، او حطي البهارات اللي انت عاوزاها اللي بتحبيها. ما حطيتش انا اي حاجه غير اللي قلت لكم عليه ده. عاوزه اقول لكم كان خطير. دي الصينيه التانية لان فاضل طبعا معايا خضار فعملته في صينيه تانية. بس مش عايزه اقول لكم بقى ريحه التورلي ده وهو فيه قطع اللحمه. واصلا كان عندي كمان عكاوي، فحطيت العكاوي مع اللحمه تتسلق وخدت الكلام ده كله كده في قلب الخضار. يا جماعه كانت ريحته وطعمه خطير بجد، هيعجبكم جدا. جربوه ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. بس وضفت طبعا عندي الصلصه برضو زي ما عملت في الصينيه الاولانيه بالظبط، ودخلت على الفرن على طول. وممكن نعمل بقى جنب الاكله دي التوابل بتاعتنا، ملح فلفل جوز الطيب بهارات مشكل. بنعمل جنب التورلي دوت رز بشعريه، رز ابيض، رز معمر، رز حبه وحبه، اللي انتوا بتحبوه واللي يعني بتحبوه دايما جنب الاكل اعملوه. انا عملت المره دي رز معمر، كنت في العادي بعمل رز بشعريه بس حبيت اغير. الرز المعمر كان خطير، هنزله لكم في فيديو لوحده، والكرشه هنزلها لكم برضو. عاوزه اقول لكم بجد بجد شويه رز معمر وشويه تورلي زي ما قال الكتاب. جربوه باذن الله هيعجبكم، تحفه جدا. اهم حاجه نعمل الاكل بحب ونسمي بالله وكده ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم علشان كل حاجه تبقى تمام معانا. عاوزه اقول لكم ان والله 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 لما بنبتدي اي حاجه وبنسمي بالله ونصلي على الرسول، الحاجه بيبقى فيها بركه وبنخلص بسرعه، وبيبقى الحاجه طعمها حلو وبتعجب كل الناس. وبصوا يعني كل اللي بياكلوا منها. عايزه اقول لكم بص، ذكر الله دوت يعني بجد بجد هو اساس كل حاجه في حياتنا، مش الاكل بس، مش الاكل بس. فربنا يا رب يجعلنا دايما كده من الذاكرين الشاكرين يا رب العالمين. بس كده. حطينا بقى التورلي بتاعنا دوت زي ما انتم شايفين كده. دي الصينيه التانية. طبعا سيبناه يغلي على النار شويه وزودنا مغرفتين شوربه من بتاعه اللحمه مع الطماطم كده على الخضار، وغلي شويه على النار. ولما ابتدي يغلي بقى كده عشان الخضار ما يتهريش بتاعي، يغلي كام غلوه على النار ونضرب على الفرن على طول. هيدخل الفرن معايا وهيقعد تقريبا ساعه الا ربع على ما يشرب بقى الخضار كله من بعضه كده ويطلع يعني كله شارب كده وجميل. ده الرز المعمر. عاوزه اقول لكم كان خطير خطير بمعنى الكلمه، طعم ريحه شكل. ودي الكرشه بالحمص. عايزه اقول لكم كانت خطيره خطيره خطيره، وكنت اول مره اجرب الكرشه بالحمص على فكره، طعمها مختلف. الرز المعمر بقى نرجع ليه قصه وحكايه احكيها لكم بعدين. طعمه خطير مخدوم جدا. يعني ايه تعملي شويه رز معمر بالقشطه، تحطي له قشطه وتحطي له كريمه لباني وتحطي له زبادي، وهو طبعا فيه لبن وما فيهوش اي توابل ولا اي حاجه غير سنه جوز الطيب والملح فقط، مفيش فلفل اسمر. عاوزه اقول لكم طعمه غني جدا خطير، حلو قوي جنب التورلي، وحلو قوي لما تعمليه جنب مثلا ملوخيه او خضار. ان شاء الله يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد.